أحيانا تحس إنك تعبان من غير سبب واضح. طب خليني أسألك سؤال صريح، هل في شخص في حياتك كل ما بتقعد معاه بتحس إن طاقتك بتتسحب حتى من غير ضرب أو شتيمة؟ مجرد بس إنك تقعد معاه بتحس إن أنت طاقتك اتسحبت. خليك معايا النهاردة، هنتكلم عن الناس السلبية والعلاقات التوكسيك وإزاي ممكن تدمرك من غير ما تاخد بالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد ودي قناة نبض الحياة. فاكرين الشخص اللي حكينا عنه الفيديو اللي كان ناجح في حياته ومستقر في عمله وصحته كانت كويسة، فجأة تعب وبدأ يعمل فحوصات وتحاليل ورا تحليل ويطلع كله سليم، وفي الآخر تطلع المشكلة مش في جسمه، المشكلة في الناس اللي حواليه. طب يعني إيه شخص توكسيك وإزاي نعرفه أصلا؟ ببساطة الشخص التوكسيك دايما سلبي وبيشتكي طول الوقت، وإنه دايما مظلوم والدنيا ضده، ودايما يطلعك غلطان ويحسسك بالذنب، بيقلل منك ومن طموحك، ودايما يشمت ويفرح في فشلك أكتر من نجاحك. وللأسف غالبا الشخص التوكسيك بيكون قريب منك جدا، يعني ممكن يكون صاحب أو قريب أو شريك في الحياة. والشخص التوكسيك مش لازم يكون شخص وحش، لا، هو ممكن يكون بس إنسان أناني أو إنسان محمل بالطاقة السلبية فينقلها لك. طب إيه تأثير العلاقات التوكسيك على صحتك وحياتك؟ توتر دايما أو إرهاق بدون سبب، صداع، قلة نوم، فقدان شغف. مش كل تعب سببه مرض، أحيانا يكون سببه بني آدم. طب وليه بنفضل في العلاقات المؤذية دي؟ في ناس بتخاف على العشرة أو بتخاف من الوحدة، أحيانا شفقة وأحيانا خوف من كلام الناس. والطيبة الزايدة، مش كل اللي بنستحمله اسمه صبر، أحيانا اللي بنستحمله ده اسمه أذى. طيب تحمي نفسك إزاي؟ أول حاجة الوعي، وإنك تفكر كويس جدا هل العلاقة دي توكسيك فعلا وعلاقة سامة ولا لا، ولو اتأكدت اعمل خط حدود، قلل الاحتكاك، وما تفكرش كتير واختار راحتك، وافتكر إن نفسيتك دي أولوية. إرضاء الناس عمره ما كان طريق للراحة، والانسحاب مش قلة أصل، أحيانا بيكون الانسحاب راحة. وأخيرا القناة دي اتعملت عشان نرجع الوعي ونصلح اللي اتكسر جوانا. ولو الفيديو فادك شاركه مع حد ممكن يكون محتاج، ولو حابب المحتوى دوت اشترك وفعل الجرس عشان اللي جاي بإذن الله أعمق وأقرب لحياتك. وفي الختام صلوا على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم.